السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم سناء وئام. مرحبا بكم والف مرحبا ومرحبا بالناس اللي انضموا جداد للقناة، ومرحبا بالاصدقاء ديالي اللي متابعين معايا القناة من البداية. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في تمام الصحة والعافية، وكلكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيك بجوج بيضات بدون طراب كهربائي، كيجي رائع منفوخ كيف شفتوا معايا، وكيجي هائل. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقة والمقادير ديال هذا الكيك هذا، اللي كان عند طلب ديال واحد الصديقه ومتتبعه اللي طلبات لي كيك يكون اقتصادي وبدون طراب كهربائي. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايك والتعاليق ديالكم. نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للمقادير والطريقه اللي غادي نديرهم معكم في نفس الوقت كيف غتشوفوا معايا، هنا خديت واحد البول اللي غادي نضيف فيه المقادير ديالي. غادي نضيف هنا جوج بيضات. هاد الكيك هذا اقتصادي وساهل ودغيا كنوجدوه وكيجي طالع، غير تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. غادي نضيف هنا جوج بيضات، وغادي نضيف قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف خنيشه ديال الفاني، وغادي نخلط المقادير مع بعضياتهم غير بالطراب اليدوي كيف غتشوفوا. غادي نحاول نخلطو مزيان بهذا الشكل هذا حتى ينسجموا مع بعضياتهم. يعني ما غاديش نحتاجو نهائيا الطراب الكهربائي. غادي نخلطو هكا غير بالفوي بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نضيف كاس ديال سكر سنيده اللي عباره بكاس العنبه، وغادي نحاول نخلط المقادير مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا حتى تيذوب لينا السكر سنيده. كنحاولوا نخلطو هكا مزيان بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. انا هنا غير مسرعه الفيديو، نتوما راه كتخلطوا حتى تيذوب لنا السكر وكينسجم مع البيض. ومن بعد غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت. طريقة اللي ساهلة، يعني ما كنحتاجوش فيها نهائيا الطراب الكهربائي، يعني غير هكا بالفوي صافي. كنحاولوا نخلطوا مزيان بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف نصف كأس ديال الحليب، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا. وغادي نضيف ياغورت ديال الموز ولا النكهه اللي كتبغيو نتوما، يعني كل واحد يدير النكهه اللي كيبغي. انا بصراحه كيعجبني يوغورت ديال الموز البنان اللي كيجي بصراحه زويون هكا في الكيك. صافي غادي ندير انا هنا الياغورت ديال البنان، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا المقادير مع بعضياتهم. وغادي نضيف الدقيق. انا هنا الدقيق غادي نستعمل دقيق الفرص الحرش ماشي الرطب البنات، راه كيجي رائع هكا في الكيك. المهم انا هاد الكيك هذا غادي نستعمل فيه دقيق الفورس الحرش كيف غتشوفوا معايا. صافي غادي نخلط مزيان بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيف هنا الدقيق بالتدريج. انا هنا استعملت جوج كيسان ديال الدقيق العباره بكاس العنبه. دقيق الفورس الحرش اللي استعملت في هذا الكيك هذا راه كيجي رائع بصراحه. دقيق الفورس الحرش في الكيك بزاف د الناس ما كيتخوفوا من دقيق الفورس الحرش، ولكن راه حتى هو كيعطي نتيجه رائعه في الكيك ديالنا. صافي هنا كيف شفتوا انا ضفت الكاس الاول. غادي نخلط المقادير مع بعضياتهم حتى ينسجموا وما يبقاوش لنا هكا الكويرات ديال الدقيق. ومن بعد غادي نضيف جوج خمارات اللي حتى هما غادي نغربلهم. غادي نضيف هنا جوج خمارات. كنحاولوا نغربلهم باش مبقاوش لنا هكا الكويرات ديال الخميره في الخليط ديالنا. ومن بعد غادي نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق. كيف شفتوا انا هنا هاد الكيك هذا استعملت جوج كيسان ديال الدقيق، وانتم راه دائما كيبقى على حسب الخليط اللي عندكم وعلى حسب البيض. انا البيض هنا استعملته متوسط ماشي كبير. صافي انا هنا غادي نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق بالتدريج كيف غتشوفوا انا كنغربل. صافي غادي نخلط المقادير بهذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء انا خديت المول اللي دهنته بالزبده والدقيق. وهنا غادي نضيف نص الكأس الكأس الثاني اللي درت.
صافي هنا كي كتشوفوا غادي نضيف النصف الآخر اللي بقى لينا، يعني استعملت 2 كيسان ديال الدقيق الفورس الحرش اللي استعملت في هاد الكيك هذا. وهاد الكيك هذا راه كيجي ناجح وكيجي رائع لا في المذاق ولا في الشكل ديالو، كيجي منفوخ ومفشفش كيف شفتوا معايا. صافي هنا كتشوفوا هذا هو القوام اللي حصلنا عليه في الكيك بهذا الشكل هذا. هنا كي شفتوا انا غادي ناخذ المول ديالي اللي دهنته بالزبده والدقيق وغادي نكب فيه الخليط ديالنا كيف غتشوفوا. والفران انا هنا الفران راني شعلته على 160 170 درجه، ودائما الكيك ديالنا كنطيبوه على عافيه اللي تكون مهيله، يا الفران ديال الغاز ولا الفران ديال الضو، يعني باش نخليو الكيك ديالنا يطيب على خاطرو وما يتفش ليكم ملي تبغيو تخرجوه من الفران. حيت بزاف ديال الناس يقول لك كيطلع لهم الكيك في الفران ومن بعد كيحلوا الفران وكيهبط، يعني الكيك كيكون باقي ما طابش من الداخل. يلاه كيكون طلع وتحمر مثلا لانه تيكون مجهد وكتخرجوا الكيك ديالكم وكيهبط. صافي هنا كي كتشوفوا غادي نكب الخليط ديالي في المول بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نزينو ببيبيت شوكولا. نتوما كيبقى لكم الاختيار فيغميسال ولا باش ما بغيتو تزينوه، وغادي ندخلوه للفران كيف غتشوفوا معايا. ومن بعد كي كتشوفوا غادي ناخذ هنا لي بيبيت شوكولا وغادي نديرهم فوق الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. هاد المرحله هذه كتبقى اختياريه، كل واحد يدير اللي بغا، يقدر ديروا لوز ايفيلي ولا الفيغميسيل ديال الشوكولا ولا بيبيت شوكولا، يعني هاد المرحله كتبقى اختياريه. وغادي ندخل المول ديالي الفران حتى يطيب ونتلاقى معكم من بعد. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي منفوخ ومفشفش وكيجي رائع. غادي نحيدو من المول ومن بعد غادي نحطو في طبق ديال التقديم، وغادي نزينو بواحد الصلصه ديال الشوكولا اللي كتجي ساهله كيف غتشوفوا معايا. وهنا خديت كميه من الشوكولا، يعني الشوكولا اللي كتفضلوا، زدت لها 4 ديال المعالق ديال الحليب حتى ولات صلصه بهذا الشكل هذا، وغادي نسقي بها الكيك ديالنا. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي ساهل واقتصادي، فقط بجوج بيضات نقدروا نحضروا الكيك ديالنا بدون طراب كهربائي. كيجي رائع ومفشفش ومنفوخ كيف شفتوا معايا. كنتمنى ان هذا الكيك هذا ينال اعجابكم. ها نتوما كي كتشوفوا غادي نقطع لكم الكيك تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي خفيف ومفشفش البنات. كنتمنى هذا الكيك هذا ينال اعجابكم، وبالخصوص السيده اللي طلباتو. كيجي بصراحة ساهل واقتصادي وهائل في نفس الوقت. هانتوما كي كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كنتمنى هاد الكيك هذا ينال اعجابكم، ونقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله.